صباح الجمال، صباح راحة البال، صباحكم انتوا يا احلى اخوات. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في الخير عايشين. النهاردة يا بنات الفيديو فيه حاجات كتير. عملت فطار بالفول والفلافل اللي احنا عاملينهم مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت، وكمان هعمل لكم اكلة الولاد كانوا عايزينها يشتروها بفلوس كتير وانا وفرت وحليت الفلوس لحاجات تانية وعملت لهم الاكلة من العيار التقيل. بس عاوزاكم قبل اي كلام عايزاكم تصلوا على الحبيب يا احلى احواد عليه افضل الصلاة والسلام، وزيدوا النبي صلى عليه افضل الصلاة والسلام، ودعموني باللايكات والكومنتات والكلام الحلو يا احلى احواد. وعايزاكم كمان تدعوا لأمي ولأبويا بالرحمة، رحمتهم الله رحمة واسعة. تمام كده يا أحلى أحوات. ده كده الفول بتاعنا والفلافل. للناس اللي كانت بتقولي ورينا النتيجة يا بنات زي الفل وبسم الله ما شاء الله. الفلافل هشة كده وحلوة جدا وطعمها حلو جدا جدا جدا. وللناس اللي هتقولي الفول ليه مش هرساه قوي، انا عندي ابو ياسين بيحبه بالطريقه دي، ما بيحبوش مهروس للدرجه جدا، عشان كده انا سايباه في حتت فول. لكن انا في الطبيعي بحب اضربه في الخلاط كمان، بس ابو ياسين بيحبه كده. بس يا بنات اللهم صل على الحبيب، فطار من العيار التقيل. مارينا الكروش ونزلنا السوق وجبنا طلبات. مش هنقول الشهر، طلبات كده هتنفع معانا في التلاجة او في الفريزر في ظل الظروف. الاسعار اللي بقت عجيبة. هقول لكم اسعار الحاجه اللي عندي وانتوا كمان قولوا لي اسعار الحاجه اللي عندكم ايه يا بنات. اول حاجه كده نزلت جبتها، وهي هقول لكم الاسعار اللي عندي والحاجات اللي علت فجأة، وانتوا قولوا لي كمان الاسعار عندكم ايه يا بنات. اللهم صل على الحبيب. الطماطم وصلت عندنا 8 و10 جنيه، وده شيء غريب لان هي كانت لسه من قريب ب6 جنيه. فالحمد لله اللي انا حزنت حبه، وان شاء الله باذن الله في حد يعني انا موصيه يجيب لي حبه كده من اللي هم المستويين من ام حمزه، وبرضو هصلصها معاكم وكده. دي عامله يا بنات 6 جنيه. زي ما انتوا شايفين مش احسن حاجة، طرية على ناشفة شوية على كده، لكن هي في الطبيعي بقت ب8 جنيه، اللي هي الطماطم المية مية يعني زي ما بيقولوا كده، ايه اللي هي تنفع للسلطة تنفع للأكل. لكن دي انا بصراحة اقطعها وهحطها على النار، اصلصها وتنفع معايا مع بقية الطماطم. طيب جبت الفاصوليا البزلة بكام يا ام ياسين؟ وانا بقدر في البزلة لان زي ما قلت لكم انا بحبها في حشوات كتير. البزلة عاملة عندنا دي 23 جنيه. هي مش احسن حاجة ومش اوحش حاجة، يعني انا بصراحة بعد ما اشتريت، يعني هو راجل حاطط حبة كتير جدا فوق الوش من اللي هي مليانة، لكن لما هو عبى بايده كانت فاضية شوية، فهي مش احسن كواليتي. قلت بصراحة يا ريتني جبت ام 25، كانت هتبقى افضل بكتير، يعني كانت هتبقى مليانة عندي. بس يعني ايه، يعيش المتعلم وبرضه بيتعلم. انتي لما تروحي تجيبي بزله، نقي ايدك، يعني حطي في ايدك جوه الشوال قوي وطلعي من اللي تحت عشان تشوفي كل البزله، ما تحتيش من على الوش. انا يعني ايه اللي لحقتها من على العربيه، لان العربيه عاليه وانا يعني مش طايله قوي، فاللي طلتها مسكتها لقيتها فيها، فقلت خلاص تمام، فخليته عبالي 2 كيلو بصراحه. بس الحمد لله. بس يا بنات وجبت ايه تاني؟ جبت بطاطس. البطاطس عندنا دي ب8 جنيه. مش نقاوة بصراحة، الراجل هو اللي بيعبي، يعني الحاجات دي كلها من الراجل اللي بيعبي، مش انا اللي جايبه. عربية كده بتعدي في السوق بتبيع. الكيلو ب8 جنيه. هي طينية انا جايباها، يعني المفروض هو بيقول تحمير بس انا مش حاساها ان هي تحمير، مش عارفة ليه. انتوا قولوا لي يا بنات، اللي هي الطينية ام نقطة حمرا دي بتبقى تحمير ولا لا؟ انا عارفة اللي هي بتبقى الرملية القشرة بتاعتها بتبقى طايرة شوية، هي اللي بتبقى آلية احسن. هل ده صح ولا مش؟ معلومتي مش تمام، يعني اكدوا لي برضو في الكومنتات، عشان انا ان شاء الله باذن الله عايزه انزل اشتري، ومش عارفه اشتري انه عندي دي وعندي دي ومش عارفه اروح لانه. فانا جبت من عنده كده الكيلو ب8، جبت بالعشرة. قلت اجربها عشان اشوفها هي تحمير ولا لا، عشان لما اجيب كميه ما بقاش انا اللي خسرانه. الجزر ده الكيلو منه ب5 جنيه، وزي ما انتوا شايفينه كده، يعني واحدة كبيرة واحدة صغيرة، واحدة مكسورة واحدة مسلوعة واحدة مقلبظة، يعني كل واحد على عينك يا تاجر، حبة كده وحبة كده. المهم ان هو مفهوش تنقية يعني انتي ما بتنقيش، هو بيعبيلك زي بقى ايه، انت هو وضميره يعني. زي ما تشوفي الحاجة بتطلع بالشكل ده كده. الحاجة لما بتكونش انتي اللي منقياها فبتقولي الحمد لله زي ما انتوا شايفين كده، وصلت واحدة عندها قلو، وواحدة عاملة قرنين، وحاجة ما يعلم بها الا ربنا بس الحمد لله يعني قطعته وظبطته، وبصراحة شلته في الفريزر عشان خاطر ان شاء الله باذن الله البرتقال لما
اللي هو البلدي او ابو سرة يعني ينزل، اعرف اجيب منه عشان اعمله. انا بحب اعمله بالجزر مع حاجات رمضان. تعالوا بقى اقول لكم ايه الاكله اللي ولادي كانوا نفسهم فيها وانا كنت هجيبها بمبلغ وقدره. يعني اقل واحده فيهم على حجم الصينيه اللي انا عاملاها عامله 150 جنيه. والله يا بنات سالت عليها قال لي 150 جنيه. انا بقى هعمله، ما كلفتش، هنقول كلفنا 200 جنيه بس، عملنا بتمن واحده عملنا يجي 11 واحده. يلا بينا بقى ندخل. ايه ده يا ام ياسين؟ هنعمل الفطير الشرقي. عبارة عن ده كيلو دقيق يا بنات، وحطيت عليه معلقة سكر وكمان معلقة ملح وحبة زيت. بصراحة ده زيت تموين مش زيت حلو، يعني زيت تموين عادي. للناس يعني اللي بتقولي زيت ايه، زيت تموين، زيت اي زيت عندك يعني، ما تقفيش على حاجة، كله بيعدي. المهم قلبتهم تقريبا تمام، ونزلت عليهم بمية فترة من الحنفية عادي، وابتديت ان انا اقلب كده زي ما انتوا شايفين. الكيلو اخد معايا من كوبايتين لكوبايتين ونص ميه، حبه بحبه كده زي ما انتوا شايفين. انا حطيتهم وهبتدي بقى ان انا اقلب كل العجينه لحد لما تتشرب تماما زي ما انتي هتشوفي في الفيديو. اللهم صل على النبي. عايزه اقولك العجينه دي من اسهل مما يمكن، وليها طريقتين تسويه، وانا هقول لكم انا فضلت انه وانه احلى بالنسبه لي، وانه اللي انا لما هكررها تاني هعملها وهي عجبت الولاد وعجبت ابو ياسين اكتر من النوع التاني. وهوريكم كمان كواليتي الجبنه اللي انا قلت لكم عليها عشان الناس تشوفها في كل حاجه. المهم ابتديت ان انا المها كده في الطبق، وبعد ما لميتها نزلتها على الرخامه وابتديت اعجن فيها لحد لما لمت كده زي ما انتوا شايفين. هي هتبقى بتلزق معاكي زي ما انتوا شايفين كده في ايدي، هي بتلزق، هي مش بتسيب ايدي، هي بتلزق وبتطلع من ايدي. هسيبها كده زي ما هي وهي بتلزق وهي منعكشه وحالتها ما يعلم بها الا ربنا كده. هحطها في الطبق شويه وهبتدي احطيها وهسيبها قولي مثلا من 10 لربع ساعه اللي هي تستريح. طول ما انت بتعجني فيها وهي مش مستريحه ال10 دقايق دول او الربع ساعه هتلاقيها برضو بتعجن معاكي ومش مظبطه معاكي، وهتحسي ان هي عايزه دقيق وعايزه ميه. لا سيبيها، وبعد كده هتلاقيها بالشكل ده. اللي انت بتشديها هتحسي ان هي عامله شبه المستيكه، بتمط معاكي مش بتتقطع، بتمط. سيبيها تريح من 10 لربع ساعه زي ما قلت لكم، وبعد كده ابتدي ظبطيها بقى وقطعيها الكور اللي انت عايزاها، وظبطي الكلام زي ما انت عايزه. ابتديت ان انا انزل كده بالعجينه وهبتدي بقى اقسمها زي ما انا عايزه اقول لكم الفطير ده عاملاه من حير سمنه، كله يعتبر بالزيت بتاع التومين اللي موجود عندي المتاح عندي حاليا. ما حبيتش ان انا اجرأ احط فيه سمنه بلدي ولا اي حاجه، حبيت ان انا اعمله باقل امكانيات وباقل يعني ايه اللي عندها حبه زيت وحبه دقيق تقدر تعمله بيه يا بنات. بس كده ابتديت ان انا اقطعها كده، قسمت الكوره على قد 4 صوابع، ولميت الكوره كده، والصينيه كانت مدهونه برضو زيت عادي، وحلفتها من بره كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا اقطع كل العجينه قسميها زي ما انت عايزه. انا عن نفسي قسمتها على قد 4 من 4 ل5 صوابع بالظبط، تمام ايدي يعني وهي ملمومه كده قطعتها. وابتديت ان انا الم كل العجينه كده واظبطها واخليها كما يجب ان تكون. ما حبيتش ان انا احط فيها سمنه عشان اللي ما عندوش سمنه ما يقولش مش هقدر اعملها. يعني بالزيت هتعمليها، بالسمنه هتعمليها، باي حاجه، اي ماده دهنيه الدنيا هتمشي و100 فل و14. هي بس مش مشكله، هي حاجه حلوه ان هو بيتفرد كذا مره، يعني انتي بتفرديه على مرتين. ابتديت ان انا اعمله كله من بره كده بالزيت. طلعوا معايا بالظبط الكيلو دي عمل معايا 11 كوره كده زي ما انتوا شايفين. هو من كيلو لكيلو وربع عشان بس ما بقاش كدابه، هو من كيلو لكيلو وربع عشان هما كانوا موجودين عندي وانا عبيتهم في الكيس وما عرفتش قد ايه بالظبط. هو من كيلو لكيلو وربع. سبتها كده برضو تريح حبه صغيرين جدا، يعني محدش 10 دقايق، تمام. ليه؟ بس حسيت العجينه تريح. طيب هعرف العجينه ريحت ازاي يا ام ياسين؟ زي ما انت شايفه كده، لما تحطي ايدك فيها تلاقيها بتحرز مش بتقب. يعني لو هي بتقب وبتمط معاكي كده معاكي في الفرد تعرفي ان هي لسه مستريحتش. حطيت حبه زيت على الرخامه وابتديت ان انا ادهن دهن عادي. طيب لو انا عندي سمنه يا ام ياسين وعايزه اعملها بالسمنه، يبقى ما تحطيش برضو زيت سمنه على الرخامه، خليها زيت، لان السمنه بتجمد فبتحسي ان العجينه مش عارفه تفرديها، لكن الزيت بيمشي معاكي الدنيا.
زي ما انتوا شايفين كده عملتها بالزيت. طيب لو انت عندك سمنه يبقى انت هتحطي ما بين كل طبقه انا هتنيها قدامك دلوقتي سمنه. انا ما حطيتش طبقات، وهتلاقي مش ما حطيتش سمنه بمعنى اصح يعني، وهتلاقي العجينه معاكي في الفيديو تحفه ومورقه ودنيا تمام التمام وميت فل و14. وهقولك لو انت هتعمليها في الفرن تحطي ايه، ولو انت هتعمليها في الطاسه تحطي ايه، عشان الدنيا تبقى معاكي مورقه وزي الفل. ابتديت ان انا افردها كده زي ما انتوا شايفين. انا حبيت ان افردها معاكم واوريها لكم ان هي بتمشي معايا، انا مش محتاجه ولا مردنه ولا اي حاجه خالص، هي بتمط معايا مط عادي. طيب لو اتقطعت كده يا ام ياسين كده باظت؟ لا، لو اتقطعت مفيش اي مشكله. بص انا عندي العجينه الحول الله يا رب يعني ايه اتدمرت، مش اتقطعت، اتدمرت، بس انا بحاول ارقها على قد ما اقدر لاني انا هتنيها، فمش عايزه اللقمه تبقى طحينه وما تستواش. تمام. بس ابتديت ان انا افردها كده تمام التمام. ولو انتي بقى عندك سمنه زي ما قلت لكم، هتبتدوا مع التنايات اللي انا هعملها تبتدي تحطي السمنه. السمنه ممكن تحطي معاها رشه بيكنج باودر صغيره عشان تورق معاكي اكتر واكتر، بس غير كده لا. تنيتها كده يا بنات زي ما انتوا شايفين زي الظرف، وبعد كده تنيتها جنب يمين وجنب شمال، وابتديت ان انا المها كوره تاني. هتلميها كوره تاني ليه يا ام ياسين؟ ما انتي فردتيها اول مره، هلمها كوره عشان خاطر تبقى مورقه في قلب بعضها. يعني انا هعمل كل 11 دول نفس الشكل اللي انتوا شفتوه، وهسيبها يعني بصي عبال ما اخلص كل الكميه هتبقى اول كميه اول واحده ارتاحت خالص. بس وهبتدي بقى افردها تاني، يعني هي بتتفرد على مرتين، بترتاح على 3 مرات سوري على مرتين، وبتتفرد على مرتين. بس ابتديت بقى ان انا كده بعد ما خلصت اخر واحده، حتى اول واحده كنت مخلصاها الاول، وهبتدي برضو افردها كده زي ما انتوا شايفين. هتتفرد معاكي عادي خالص، مش محتاجه برضو مردنه، بس انتي واحده واحده. طب لو لقيتيها وانتي بتفردي لمت معاكي يبقى هي كده عايزه ترتاح شويه كمان، يبقى هي لسه مرتاحتش قوي. تمام يا بنات. ابتديت ان انا افردها خالص، مش هتفرديها بقى زي اول مره، لا هتفرديها السمك مليان شويه لان هي متطبقه تنايات. تبتدي بقى تحطي الحشوه اللي تعجبك، اي حشوه انتي تحبيها اعمليها. انا عن نفسي حطيت صدق، وعن نفسي حطيت بسطرمه، دول اللي كانوا موجودين عندي وكانوا متاحين. حطيت بس صدق، وحطيت طماطم وفلفل وبصل وجبنه موزاريلا على تركي اللي احنا جايبينها مع بعض وزيتون. الطماطم اهم حاجه تكوني شايله منها البذر خالص، والبذر ما ترموش برضو، اعمليه في الخلاط، يعني اعمليه صلصه طماطم مش هيحصل منه حاجه، يعني استخدميه في صلصه الطماطم العاديه. بتحطي كاتشب، بتحطي صلصه جوه الفطير؟ لا، عشان خاطر العجينه طريه ما تتقطعش معاكي ما تتبهدلش، يعني مش عايزه سوائل فيها يا بنات. بس ابتديت بقى ان انا احط البصل واحط كل حاجه كده كما يجب ان تكون، وظبطت الدنيا وظبطت الاناني. والله العظيم يا بنات بصوا، انا الفطيره الواحده كانت عامله 150 جنيه. هي مش الحجم اللي انا هعمله دلوقتي اللي هو بتاع الفطيره الحاليه، بس هي نفس الحجم الفطيره اللي انا هعملها في الصينيه هتشوفوها دلوقتي. انا بقى زودت 50 جنيه وعملت للولاد كميه، اقسم بالله احنا كل واحد فينا احد 2 مربعين كده زي اللي انتوا شايفينها دي ونص. عملت ايه دلوقتي يا ام ياسين؟ حطيت الحشوه وابتديت ان انا اشد الجنب واتني، واشد الجنب واتني زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. طبعا العين بتشوف احسن من الكلام. طيب بصوا في حته هنا اتقطعت، انا سبتها عشان خاطر تشوفوا الفيديو، يعني لو حاجه اتقطعت ما تقوليش الدنيا باظت. قعدت حته عجينه من الزياده اللي طالعه ورحت جايه مرققاها، يعني ايه برقق العجينه بعجينه تانية عشان ما يطلعش الحشو منها. بس ابتديت ان انا هعمل بقى كل الكميه كده في الصاج. انا مش هحبسها في الفرن، هحبسها في الطاسه من فوق عشان الناس اللي كان ما عندهاش فرن المره اللي فاتت وهي عايزه في الطاسه، عايزه على نار فوق، هعمله لكم يا بنات. طيب انا فردت عجينه تانية كده نفس العجينه الاولانيه، وابتديت ان انا احطها في صينيه، بس الصينيه لازم تبقى مدهونه نسبه زيت من تحت، وهبتدي برضو احشيها الحشوه اللي انتوا عايزينها. تمام. دي هتتحط في الفرن. اهم حاجه بقى اللي في الفرن لازم يتحط في وسطها سمنه وبيكنج باودر، لازم. ليه؟ عشان تطلع معاكي مورقه، عشان الفرن من الفرن اللي هي بتاعه البيت بتاعتنا العاديه يا بنات، من الفرن اللي بتتنشف، يعني بتحس ان الحاجه معضمه،
فمن الحاجات اللي لازم تحطي فيها سمنه اللي هي فطيره الصينيه، اللي هي فطيره اللهم صل على النبي اللي بتتحط في الفرن، لازم تحطي فيها سمنه عشان خاطر الفرن بيمص العجينه، بتحس ان هي ناشفه. انا محطتش سمنه عشان اوريكم النتيجه النهائيه بتاعتها، بس عملت عجينه تانية وحطيت واحده تانية من فوق، بقت واحده من تحت وواحده من فوق. التانية يا بنات اللي انا سألت عليها عند الراجل نفس الحجم ده كده، كانت مقاس سمول ب150 جنيه، وكانت حشوة ميكس جبن، مش صدق، ميكس جبن، كانت 150 جنيه. بصوا انا عملتها بأقل التكاليف. مش هضحك عليكم، تعبت شوية وفي الوقفة والكلام ده كله، بس وفرت علي فلوس كتير، وبرضو اكلت لولادي اللي نفسهم فيه. مش معنى ان انا هوفر احرم ولادي، لازم اوفر وبرضو ااكل ولادي اللي نفسهم فيه. لو انا مش هقدر اشتريه لازم اعمله لهم في البيت، المهم ان انا محرمهمش من حاجه. بس يا زي ما انت شايفه كده العجينه عملتها وسبتها بس تريح شويه، وحطيت الطاسه على النار وحطيت فيها معلقه سمنه، اي نوع سمنه، فلاحي، هولندي، السمنه المتاحه عندك مش فارقه، بس يفضل ان انت تسوي في سمنه، هي معلقه صغيره مش هتحتاج منك حاجه. وحطيت على الوش حته سمنه كده ودخلتها في الفرن، وهبتدي اشتغل على الطاسه من فوق. الطاسه تحطي الجزء اللي متطبق كتير على اللهم صل على النبي على الطاسه الاول عشان يبتدي يستوي كامل مكمل، ما تحطيش الجزء الخفيف الاول. تمام يا بنات؟ واللي بتزعل من كلمة بنات، انا بحب كلمة بنات، يعني انا لما حد يقول لي يا بنوتة ببقى مبسوطة يعني انا شايفة كلمة بنات دي حاجة حلوة، يعني انا برجعكم لايام الشباب، لستوا الشباب يعودوا يوما يا بنات والله العظيم. اكتبوا لي بقى في الكومنتات يا بنات، يا بنوتة، يا بنوتي، يا اي حاجة. يعني لو انتي سنك كبير قد ماما مثلا، ربنا يديكي الصحة والعمر، قولي لي يا بنوتي. لو انتي من سني قولي لي يا بنتي، عادي يعني تمام. اللهم صل على الحبيب. زي ما انت شايفه كده ابتديت بقى ان انا اقلب العجينه يمين وشمال لغايه لما اخدت اللون اللي انا حباه، اللون اللي انت حباه. يعني انت عايزاها احمق من كده ماشي، افتح من كده ماشي، واهم حاجه تحطيها وتوطي النار شويه عشان ما تتحرقش معاكي بسهوله، يعني الحاجه اللي جوه تستوي وكمان هي تستوي كمان. الحاجه اللي جوه مستويه، الصدق مسلوق ومتقطع، لكن البسطرمه لا. البسطرمه استوت معايا في اللهم صل على النبي، اسمها ايه، في التسويه. عملت الكاتشب السريع وعملناه قبل كده مع بعض، ودي كده الفطير بتاعنا. طعمه اقسم بالله تحفه جدا جدا، حلو جدا. ايه اللي عجبني فيهم وايه اللي ما عجبنيش في الطريقه دي، اللي هي بتاعه الطاسه وعجبت الولاد جدا، بتاعه الفرن عجبتهم بس كانت ناشفه، كانت عايزه سمنه زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين حتى بالنظر هتحسوا ان هي ناشفه، يابسه، يعني تحسي ان هي يعني ايه، فطيره مستهبله، يعني هي فطيره بس مستهبله تمام، ناشفه. هنبتدي بقى نقطع مع بعض وهوريكم كمان الجبنه جوه وهي بتمط، وهوريكم الطبقات اللي هي في الطاسه على اني عاملاها بالزيت ومحطتش ولا قطعه سمنه الا في التسويه، ومحطتش اي حاجه. للناس اللي هتقولي ما عندناش زيت، ما عندناش سمنه، فانا عملت لكم بزيت التومين يعني ولا اي حاجه. بصوا ما حرمتكمش من حاجه، حتى زيت التومين مشينا حنا بيه. بس كده يا بنات ظبطت الدنيا وقطعته كده، وبجد بجد كان احلى حاجه، مش احلى حاجه لان انا عملت الفطير قبل كده في الفرن وكان حلو جدا برضو، بس كنت حاطه له بقى السمنه وليها تظبيطه تانية. يعني دي بقى سهله وسريعه ومنجزه وطعمها حلو، ووفرت فلوس ووفرت كل حاجه. يا رب الفيديو بقى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه 1%. وزي ما قلت لكم لو انتي معايا لحد دلوقتي اكتبي لي، لو انتي اكبر مني في السن قد ماما قولي لي يا بنوتي، لو انتي صحنانه قدي قولي لي يا بنتي. تمام واللي زعلان من كلمه بنوتي او بنتي، يا بنات زي ما قلت لكم برجعكم لايام الشباب. انا بحبكم كتير وبحب كل حاجه منكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وبجد مبسوطه من كميه الحب اللي ليكم، منكم ليا ومني ليكم. تمام. ده كده اللي هي بتاعت اللي هي الفرن، زي ما قلت لكم بتبقى ماسكه ببعضها عشان ما فيهاش ولا نسبه سمنه. يلا باي باي، هروح بقى اكل عشان انا جوعت اكيد.